حتى اللحظة وهذا الرجل لا يصدق ما حدث معه، فقد شفاه الله من مرض خبيث أصاب المثانة واستفحل في مناطق مختلفة من جسده بعد تناوله نبتة تتواجد فقط في بلاد الشام. فمحمد قدها مضى من عمره 6 سنوات وهو في حالة صحية سيئة، وما زال يعيش حالة من الصدمة غير مصدق أن النبتة قضت على مرض السرطان. مش مصدق لأنه نسبة الدواء ما فتشتش إنه تكون فعال لهالدرجة، وشايف حالي إنه يعني مثل أي واحد وصف له وصفي بيصدقش إنه مثلا إنه هذا شفاه ربنا من هذا الحكي. الحمد لله تحسنت حالتي وأنا تمام التمام، وبعد الفحوصات فيش ولا أي شيء عندي إطلاقا. في عام 2006 بدأت أعراض المرض بظهور الدم في البول بالإضافة إلى حرقة شديدة الألم، حتى وصل الأمر معه إلى انحصار في البول. ابنة شقيقه والتي تعمل ممرضة طلبت منه إجراء الفحوصات ليتبين أنه مصاب بمرض السرطان في المثانة والبروستات، ومع مرور السنوات استفحل المرض ليصيب كبده ورئتيه، رغم تلقيه العلاجات اللازمة وعمليات الاستئصال والجلسات الكيماوية. سنوات 6 عاشها في ألم وخوف ويأس. كانت حالته الصحية انه ولا دكتور آمن انه وضعه طبيعي، لانه كان متجرح حكوا له على الكبد وعلى الرئتين وعلى صدره الشمال، وكان طبعا استسلم للمرض هو، وصار عنده ضعف بالوزن وفقدان للشهية، ووضعه كان صعب كثير، يعني انه ما كانش متوقع انه يعيش شهرين. كل الوقت متألم، كل الوقت بتتألم ليل نهار. العلندة أو العليق هي النبتة التي كانت سببا في شفائه حسب قوله، عندما قدمها لإحدى مواشيه المريضة وشفيت بسببها، لتأتيه فكرة تناولها لمدة 5 أشهر بعد غلي 350 جراما مع 7 لترات من الماء مدة 2 ساعات على نار هادئة، ويتناول لترين منها يوميا. وفي آخر فحص له عند طبيبه تبين أن جسده خال من الكتل السرطانية التي استوطنت جسده طوال السنوات الماضية. صدقا لا، أولها يعني على الوضع وعلى صور طبقية اللي عملها في 27/5/2013، وهسه إنه خالي من أي خلايا سرطانية، وإنه جسمه نهائيا فاضي، والمثانة البولية سليم والبروستات، يعني أمور لا تصدق. الأعشاب بأنواعها معروفة عبر التاريخ الطبي الشعبي، وفلسطين مشهورة عبر الزمان بتنوع الأعشاب فيها.